هل كنت تعرف إن المسلمين حكموا إيطاليا؟ بتبدأ قصة الكتاب بواحد اسمه سودان ومعاه واحد اسمه شعيب، واللي هم في رحلة صيد. وبنعرف إن رحلة الصيد دي مش رحلة صيد وخلاص للمتعة، دي رحلة استكشافية بيقودها الأمير سودان بنفسه، واللي هو طلع أمير باري وأمير جنوب إيطاليا كلها، واللي المسلمين فتحوها من كام سنة. ومش كده وبس، لا ده بيخططوا إن هم يدخلوا روما. الأمير سودان بيقرر إن هم لازم يرجعوا، لأن هم دخلوا في منطقة العدو بشكل كبير قوي، وممكن في أي وقت حد يهجم عليهم، ولكن ملحقوش إن هم يرجعوا لأن فعلا تم مهاجمتهم. وفي الهجوم ده بيتقتل الأمير شعيب والمساعدين اللي مع الأمير سودان، ولكن بيعرف هو يهرب ووصل لقرية قائدها اسمه لورينزو، واحد بيكره العرب والمسلمين، علشان كده قرر إن هو هيتخلص من الشخص ده. لورينزو بيسيب الطبيب يعالج سودان، وبيروح هو للقس بتاع الكنيسة اللي في القرية بتاعتهم، وبيطلب منه إن هو يسمح له بقتل سودان، خصوصا إن هو خد باله من الفرس اللي معاه فرس عربي أصيل من اللي هم بتوع النبلاء، فده هيجيب مصيبة للقرية، لازم يتخلص منه بأسرع وقت. ولكن على عكس متوقع القس بيرفض وبيهزقه وبيطرده. لورينزو بيروح بيته وهو حاطط في دماغه إن هيقتل الغريب ده مهما كان الثمن. وطبعا لو عايزين تعرفوا أكتر عن حكم المسلمين لجنوب إيطاليا هتلاقوه في كتاب باري للكاتب إبراهيم أحمد عيسى. مش هتندم أبدا إن قريت الكتاب ده.